السلام عليكم حبيباتي، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في وصفه اخرى من وصفاتي. اليوم درت معكم لي كيش بالبصل والبولي، ساهلين يعني وما يحكموش وقت بزاف، في فتره وجيزه يتحضروا معكم. وصفه سهله واقتصاديه بدون مارغرين، غير بالزيت. نتحصلوا على هاد لي كيش مقرمشين، يعني لاباط تجي هايله. نتمنى انه تجربوا هذه الوصفه وتنجح معكم. باش تتعرفوا على كامل مقادير هذه الوصفه تابعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر هكذا، باش تتعرفوا على كامل الطرق والمقادير لهذه الوصفه لنهار اليوم. اذا حبيباتي، هنا عندي 250 غرام فرينه، ما يعادل 2 كيسان ونص فرينه. راح نضيف عليها رشه ملح، وراح نضيف عليها نص كاس زيت، ما يعادل 100 غرام زيت. مغرفة صغيرة خميرة الخبز نحطها على جهة، ونضيف نص كاس ماء، نفس يعني العبار تاع الزيت والماء. راح نخلط هاد المكونات هكذا بالعقل، يعني ما راحش نعجنوا العجينه تاعنا، نخلطوها هكذا بالفوي. ولا بالمغرفه فوالا. نقدروا نستعملوا المغرفه الخشبيه، ملعقه خشبيه. نحاول ندخل كامل الفرينه تاعي بهذه الطريقه. فوالا، راح نخلو العجينه تاعنا ترتاح باش الخميره يعني تتفاعل نوعا ما. فقط نجمعوا العجينه باصابع اليدين، ما نعجنوهاش. وكما قلت لكم راح نغطي عليها ونخليها ترتاح. هنا في نفس الوقت نحكم حبه بيض، نرش عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، ونزيد عليه حوالي 3 ولا 4 مغارف حليب. نحرك مليح تنحصلوا على هذا القوام. نخليه على جهه ونحضر يعني البصله تاعي، يعني الحشو اللي هو يعني عباره عن بصل مقلي حمرته مليح مليح. انا راح نضيف عليه شويه دجاج قطعته هكذا صغار، يعني هذه اضافه تقدروا تستغنوا عليه. تقدروا تضيفوا لحم مرحي ولا اي حاجه، ولا الطون. انا كان عندي الدجاج ابيض، الدجاج قطعته هكذا مليح وقليته في الزيت مع الملح. كذلك هنا عندي شويه معدنوس مع الجبن اللي راح نربي فوق هاد لي كيش، مع الجبن يعني للطلي ولا جبن يعني مثلثات، اي نوعيه تاع الجبن اللي عندكم. وهنا عندي هاد الليمون اللي راح يعني نشكل يعني بهاد الليمون اللي راح نشكل بهم لي كيش التوعي. راح نحكم هاد الاناء، يعني راح نخلط كامل هاد المكونات. نحط البصل تاعي مع الدجاج،
راح نضيف معدنوس، نخلط هاد المكونات. بعد ما فاتت 15 دقيقة على هاد الخليط العجين، راح نحكم ليمون تاوعي وراح نشكل يعني بلا ما ندير الزيت، لانه العجينه تاعي فيها الزيت. نشكل بهذه الطريقه. بهذه الطريقه ونحطهم في صينيه اللي راح ندخلها للفرن. راح نكمل كامل هذه العمليه ونرجع لكم. فوالا بعد ما عمرت كامل الليمون تاعي راح نعمرهم بهذا الحشو. دوك نبدا نقطع عليه الجبن هكذا قطع صغيره. ونبدا نفرغ عليه هذا الخليط بهذه الطريقه. ونزيد الجبن المبشور، يعني بشرته شويه خشين. الفور يكون يعني شاعل بطبيعه الحال، نخلوه يسخن ونحط عليه، يعني نحط السنيوه تاعي داخل الفور طيب من تحت، ونزيد لها من الفوق يعني تاخذ تحميره قليله ونحيها. ها هي الوصفه تاعنا نهار اليوم، يعني اللي كيشتوي يطابوا بعد ما حمرتهم الفوق كما قلت لكم. جاو هايلين ما شاء الله. نقدروا نضيف لهم يعني اضافه من الفوق زيتون اخضر ولا اي شيء، يعني كما قلت لكم يعني اختياري. جاو رطبين وحتى العجينه جات هايله. راح نقسم وحده قدامكم باش تشوفوا، يعني شوفوا كيفاش جاو يشهوا. نتمنى تجربوا هذه الوصفه ونتمنى انه ينجحوا معكم. ولمزيد من وصفاتي تابعوا يعني ضغطوا على زر الاشتراك، هكذا يحقكم كل جديد من وصفاتي. شهية طيبة حبيباتي، وصحة فطوركم، والى اللقاء الى وصفة اخرى ان شاء الله.